احنا قاعدين كده قلنا برافو الشرطه، واخد بالك؟ فدلوقتي طالما برافو الشرطه يبقى لازم الاستمرار على كده. تمام. خد بالك، وعلى وسائل الاعلام ان هي لازم تقف مع الشرطه طالما انك يعني مخطئ. اللي بيعدي السور وينزل التراك المفروض ملوش ديه. صح. ده يعني وده طبيعي. طب انت قاعد في المدرج فوق نزلت ليه؟ يبقى مالكش ديه. الصراحه بتاعت ربنا يعني مش دي اوحش من الشماريخ. خلاص؟ فبالتالي الشرطه النهارده احنا شايفينها يعني قويه جدا وبتقوم بدور يعني اللي المفروض تقوم بيه، بس في ملحوظه صغيره، عندها نوع من العصبيه. خد بالك؟ فدي احنا يا ريت بس العصبيه دي تقل، لانك انت مش بتتخانق مع واحد، انت بتمسك مخطئ. فانا شايف الجنود من كتر الضرب والرقع واللي حصل اللي فات فبيخش على انه حاجه شخصيه، ما بيخشش حفاظ على امن. الحته دي بس يعني يا ريت حد يكون سمعنا من الشرطه ويبدا يفهم الجنود ان انت داخل عشان يعني مش خناقه، داخل يعني تمسك المخطئ. بتطبق قانون. انت ما تدخلش شخصك فيه، بس هم ملحوظه ان مدخل شخصه على اساس ان اصبح الاول ما كانش بيدخل شخصه لان كان في رهبه من اللي بيمسكه. دلوقتي الجندي برضه عامل حساب ان اللي بيمسكه دلوقتي اصبح انه مش بيخاف. فدي النقطه اللي لازم تدرس شويه. عشان تدرس شويه بقى اللي اتمسك في التراك النهارده لازم ناس تعرف هو حصل فيه ايه. خد بالك، لا بقى يتدخل ولي امر ولا يدخل رئيس نادي ولا يتدخل جمهور ولا اي حاجه، لانك انت ماتش ماشي عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، فرقتين بيلعبوا النهارده. دي نقطه. النقطه الثانيه لجنه المسابقات وتصرفات بعض اللعيبه والمدربين. خد بالك، يعني هي الشراره الاولى دايما طبعا. انت خد بالك انت طبعا. يعني نفترض ان رموا عليا انا طوب ولا اي حاجه، خلاص بالهدوء، في حكم رابع، في كذا في كذا. انما ساعات اللعيبه والمدربين بيتمادوا في العمليه دي تحت بند ما حدش عامل لنا حاجه، وانا اقوى من المدرب ومدير الامن في الحته دي، فبيحصل نوع من التشنكات. قد يكون ميمي عبد الرازق له حق، بس لازم يعني الناس اللي في المدرج مش عارفه هو بيعترض ليه. زي الجون اللي جاب طوبه، ما خلاص اللي بيجيب طوبه ده اترمت ويوديها للحكم، فيها نوع من برضو ايه، في حاجات صغيره بتثار من داخل الملعب. فدي لازم برضو اللعيبه والمدربين ياخدوا بالهم يتعاقبوا عليها كده. انا بقول لك اهو. فلجنه المسابقات النهارده تجيب شريط زي كده، خلاص انا مدرب ليا حق زي ميمي، هو عمل ماتش كويس انت واخد بالك، فبالتالي يكون في نوع من ايه، جمح الجماح. تمام. واخد بالك، وخصوصا ان احنا بنشوفهم بيتبارزوا مع شرطه ويتبارزوا مع ناس محترمه، فبالتالي انا ممكن اخد حقي باسلوب شيك حلو، لان انا لما عملت كده اضطر الجمهور يرمي اكتر طبعا. اضطر الجهاز اللي معايا يخش اكتر طبعا. اضطر اللعيبه بتاعتي تخش اكتر، اضطر زي ما انت شايف كده. فبالتالي يعني لازم زي ما احنا بنحاسب الراجل في مدرج لازم ندي تعليمات لجنه مسابقات واتحاد الكوره للمديرين الفنيين. ده مره ايام الكابتن عصام كان اللي يطلع تصريح يتوقف انت ضد اتحاد الكوره، فجه وقت بقى دلوقتي اللي احنا بنقول ده اجدع من اللي في الماتش ده كله طبعا. ان الاصرار على عوده الضبط والربط طبعا. هذا الاصرار القانون. النهارده في ناس اتمسكت، يبقى لازم الجمهور يعرف ده خارج القانون، واللي اتمسك انت اللي نزلت الملعب صح. والمباراه ما فيهاش اي حاجه والحكم كان كويس والمباراه كانت سجال، اذا النهارده لازم انت تتحاسب. دي نمره واحد. نمره اثنين، لجنه المسابقات بتجيب هو مراقب المباراه، وانا سمعت الراجل بتاعكم من هناك بيقول ايه؟ ان بيشتكوا للحكم الرابع ان ناس بترمي. هنا دور الحكم الرابع كمان لازم يوقف المباراه، انما ما يسيبش الناس تترمى عليها طوب ويترمى عليها ميه وبعدين ينفعلهم وبعدين هم اللي يتوقفوا. واخد بالك؟ فالنهارده انا نفسي تتكرر دي، يا رب حد ينزل الملعب تاني وثالث ورابع لغايه لما الناس بقى ترجع الى صوابها. واصرار الشرطه، ونفسي وسائل الاعلام ما تلومش الشرطه في حاجه خالص، لان زي ما انت شايف الشرطه بتبقى ليها ردود فعل ضد الخارج عن القانون. فنفسي لجنه المسابقات ونفسي الاعلام ان هو يعني يزود من الاسلوب دهوت ويحمي الشرطه طالما ان هي في حكم القانون. ولجنه المسابقات تعمل اجتماع مع المدير الفنيين، واخد بالك، لان الشراره الاولى بتبدا من هنا، وتعمل اجتماع مع الحكم الرابع. انت واقف تتفسح على التراك، واحد بيرمي طوبه، خلاص انت وقف، لك حق انك تلفت النظر. انما لما تستنى لغايه المدير الفني ما يجي يوري لك وبعدين الناس تضرب المدير الفني وهو اصلا بورسعيد وتشنك اكتر وصعبان عليه نفسه وكان الماتش رايح منه شويه، فبالتالي كل العوامل ديت يعني مش يعني انا النهارده مبسوط ان انا لقيت امن بيواجه مشاغبين. انا بقول مشاغب لان اللي عدى السور ونزل ده راجل خارج عن القانون. النقطه الثانيه بقى ان الحكم ما عملش حاجه النهارده عشان يطلع في الضليله ديت والناس ترمي طوب. ليه؟
واخد بالك؟ يعني برضو لازم الامور تبقى فيها نوع من الحسم برضو. يعني كان معايا عزم جاد امبارح قال لك الحسم هنشوف. ما تخافش، لجنه المسابقات لازم تمشي لاخر الامور، الشرطه لازم تمشي لاخر الامور، لان بالطريقه ديت بعدين في الاول والاخر كابتن بكر ده ماتش كوره يعني. الصوره قدامنا واضحه كابتن ميمو، بتتنرفز وكان في رجال الشرطه حواليك، انت كنت بتتعصب عشان اوضحها للناس، وكنت بتتنرفز عشان ايه؟ و10 مسكينه. حضرتك هل انا كنت بعد اذنك اتنرفزت على الحكم؟ اتنرفزت على لا بس وضح لي كابتن ميمي عشان يمكن انت مش شايف الصوره، بس لما كانوا واقفين معاك الشرطه وبيقعدوك وانت بتتنرفز وبتشاور بايديك، كنت بتقول ايه بالظبط؟ سيادة اللواء المدير النادي السابق شتمني الفاظ سيئه. اللي هو مين؟ هو بيخرجنا عن شعوري. اللي هو مين يا كابتن ميمي؟ اللواء محسن شتا، اللي كان لابس قميص لبني كده، اللي كان لابس بلوفر ازرق. بلوفر ازرق. طيب بلوفر كحلي، يمكن مش ده اللي في الصوره، بس يعني هو جه يتلفظ عليك بالفاظ خارجه. طبعا لا يا كابتن زكريا، ضرب المدرب اللي عندي، المدرب جوه ضربه بعد حضرتك بالشلوت. ماشي قدام عينيا، فبقول له يا ست اللواء انا عارفك بتعمل كده ليه؟ قال لي امشي يالا انت كذا 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 كذا، كلام ما يتقالش. يبقى عيب بقى، عيب انت تخرجني بره الماتش. بالظبط. انت ايه اللي منزلك؟ المستر كامل ابو علي الراجل نزل طبطب علينا، راجل محترم، الجماعه الصحفيين واقفين حوالينا. ايه الموضوع بقى؟ ايه الموضوع؟ بقول له عيب عليك، انت لواء سابق ما تعملش كده. خدت بالك؟ انت امشي يالا كذا، ما ينفعش يا ولد. ايه يعني انت شايف ان سبب اللي حصل ده كله هو نزول محسن شتا؟ يجي عندي بعد اذنك يا كابتن زكريا، يجي لي عندي الدكه الاحتياطي ليه بصفته ايه ويضرب المدرب ليه؟ انا ما بفتريش عليه. مش مشكله. عندها نوع من العصبيه، خد بالك. فدي احنا يا ريت بس العصبيه دي تقل، لانك انت مش بتتخانق مع واحد، انت بتمسك مخطئ. فانا شايف الجنود من كتر الضرب والرقع واللي حصل اللي فات، فبيخش على انه حاجه شخصيه، ما بيخشش حفاظ على امن. الحته دي بس يعني يا ريت حد يكون سمعنا من الشرطه ويبدا يفهم الجنود ان انت داخل عشان يعني مش خناقه، داخل يعني تمسك بتطبق قانون المخطئ. بتطبق قانون، انت ما تدخلش شخصك فيه، بس انت بتطبق قانون. ملحوظه ان مدخل شخصه على اساس ان اصبح الاول ما كانش بيدخل شخصه لان كان في رهبه من اللي بيمسكه. دلوقتي الجندي برضه عامل حساب ان اللي بيمسكه دلوقتي اصبح انه مش بيخاف. فدي النقطه اللي لازم تدرس شويه. عشان تدرس شويه بقى اللي اتمسك في التراك النهارده، لازم ناس تعرف هو حصل فيه ايه. خد بالك، لا بقى يتدخل ولي امر، ولا يدخل رئيس نادي، ولا يتدخل جمهور، ولا اي حاجه، لانك انت ماتش ماشي عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، فرقتين بيلعبوا النهارده. دي نقطه. النقطه الثانيه، لجنه المسابقات وتصرفات بعض اللعيبه والمدربين. خد بالك، يعني هي الشراره الاولى دايما طبعا. انت خد بالك انت طبعا. يعني نفترض ان رموا عليا انا طوب ولا اي حاجه، خلاص بالهدوء، في حكم رابع، في كذا في كذا. انما ساعات اللعيبه والمدربين بيتمادوا في العمليه دي تحت بند ما حدش عامل لنا حاجه، وانا اقوى من المدرب ومدير الامن في الحته دي، فبيحصل نوع من التشنكات. قد يكون ميمي عبد الرازق له حق، بس لازم يعني الناس اللي في المدرج مش عارفه هو بيعترض ليه. زي الجون اللي جاب طوبه، ما خلاص اللي بيجيب طوبه ده اترمت ويوديها للحكم، فيها نوع من برضو ايه، في حاجات صغيره بتثار من داخل الملعب. فدي لازم برضو اللعيبه والمدربين ياخدوا بالهم، يتعاقبوا عليها كده. انا بقول لك اهو، فلجنه المسابقات النهارده تجيب شريط زي كده، خلاص انا مدرب ليا حق زي ميمي، هو عمل ماتش كويس، انت واخد بالك، فبالتالي يكون في نوع من ايه، جمح الجماح. تمام. واخد بالك، وخصوصا ان احنا بنشوفهم بيتبارزوا مع شرطه ويتبارزوا مع ناس محترمه، فبالتالي انا ممكن اخد حقي باسلوب شيك حلو، لان انا لما عملت كده اضطر الجمهور يرمي اكتر، طبعا. اضطر الجهاز اللي معايا يخش اكتر، طبعا. اضطر اللعيبه بتاعتي تخش اكتر، اضطر زي ما انت شايف كده. فبالتالي يعني لازم زي ما احنا بنحاسب الراجل في مدرج، لازم ندي تعليمات لجنه مسابقات واتحاد الكوره للمديرين الفنيين. ده مره ايام الكابتن عصام كان اللي يطلع تصريح يتوقف انت ضد اتحاد الكوره، فجه وقت بقى دلوقتي اللي احنا بنقول ده اجدع من اللي في الماتش ده كله، طبعا. ان الاصرار على عوده الضبط والربط، طبعا. هذا الاصرار النهارده في ناس اتمسكت، يبقى لازم الجمهور يعرف ده خارج القانون، واللي اتمسك انت اللي نزلت الملعب، صح. والمباراه ما فيهاش اي حاجه، والحكم كان كويس، والمباراه كانت سجال، اذا النهارده لازم انت تتحاسب. دي نمره واحد. نمره اثنين، لجنه المسابقات بتجيب هو مراقب المباراه، وانا سمعت الراجل بتاعكم من هناك بيقول ايه؟
ان بيشتكوا للحكم الرابع ان ناس بترمي، هنا دور الحكم الرابع كمان لازم. الصوره قدامنا واضحه كابتن ميمو، بتتنرفز وكان في رجال الشرطه حواليك، انت كنت بتتعصب عشان اوضحها للناس، كنت بتتنرفز عشان ايه؟ و10 مسكينه. حضرتك هل انا بعد اذنك اتنرفزت على الحكم؟ اتنرفزت على لا بس وضح لي كابتن ميمو عشان يمكن انت مش شايف الصوره، بس لما كانوا واقفين معاك الشرطه وبيقعدوك وانت بتتنرفز وبتشاور بايديك، كنت بتقول ايه بالظبط؟ سيادة اللواء المدير النادي السابق شتمني الفاظ سيئه. اللي هو مين؟ هو بيخرجنا عن شعورنا. اللي هو مين يا كابتن ميمي؟ اللواء محسن شتا، اللي كان لابس قميص لبني كده، اللي كان لابس بلوفر ازرق. بلوفر ازرق. طيب بلوفر كحلي، يمكن مش ده اللي في الصوره، بس يعني هو جه يتلفظ عليك بالفاظ خارجه. طبعا لا ده يا كابتن زكريا ضرب المدرب اللي عندي، المدرب جوه ضربه بعد حضرتك بالشلوت. ماشي قدام عينيا، فبقول له يا ست اللواء انا عارفك بتعمل كده ليه؟ قال لي امشي يالا انت كذا 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 كذا، كلام ما يتقالش. يبقى عيب بقى، عيب انت تخرجني بره الماتش. بالظبط. انت ليه اللي منزلك؟ المستر كامل ابو علي الراجل نزل طبطب علينا، راجل محترم، الجماعه صعفين واقفين حوالينا. ايه الموضوع بقى؟ ايه الموضوع؟ بقول له عيب عليك، انت لواء سابق ما تعملش كده. خدت بالك؟ انت امشي يالا كده، ما ينفعش يا ولد. ايه يعني انت شايف ان سبب اللي حصل ده كله هو نزول محسن شتا؟ يجي عندي بعد اذنك يا كابتن زكريا، يجي لي عند الدكه الاحتياطي اللي بصفته ويضرب المدرب ليه؟ انا ما بفتريش عليه. مش مشكله.